على تنفيذ الترجيحية الأولى للجزائر، والدعوات والصلوات. ياسين إبراهيمي، ياسين إبراهيمي والمقبالي، هدف أول للجزائر، هدف من الركلة الترجيحية الأولى، 1 مقابل لا شيء بعد انتهاء الوقت الأصلي ل1 مقابل 1. ولكن هناك 5 ضربات ترجيحية قادمة للفريقين. ياسين إبراهيمي نفذ وسجل الهدف الأول. الترجيحية الآن فريد شعال، كايو، هل يسجل كايو أم يتصدى فريد شعال؟ فريد الآن، ويا سلام على كايو، هدف التعادل. كايو سجل، ياسين إبراهيم يسجل. دائما تجد اللاعبين الأكثر خبرة يسددون الركلات الترجيحية الأولى والثانية، الأكثر لاعبين لكي يبعثون بالاطمئنان. ياسين بن زايا، ياسين بن زايا الترجيحية الثانية، وحمد المقبالي. ياسين بن زايا، يا سلام على المقبالي، حمد المقبالي يتصدى للترجيحية الثانية من أمام ياسين بن زايا. ياسين بن زايا يهدر الترجيحية الثانية وسط تفوق واستبسال من حمد المقبالي حارس نادي شباب أهل دبي. الآن ماركوس ميلوني ينفذ الترجيحية الثانية للإمارات، كما ذكرت الأولى والثانية. فريد شعال، ماركوس الآن على التنفيذ الترجيحية الثانية للإمارات. الأبيض الإماراتي ماركوس ميلوني، يا الله، يا على فريد شعال يشعل الترجيحية الثانية من أمام ماركوس ميلوني. ياهي مباراة، وياهو لقاء، وياهي ضربات ترجيحية. التعادل في كل شيء أضاع ياسين بن زايا وأضاع ميلوني. الآن حسام امرزيق حسام على الترجيحية الثالثة للجزائر، والهدف الثالث، هدف ثاني للجزائر، هدف ثاني للجزائر، يضع الترجيحية الثالثة بعدما أضاع ياسين بن زايا للجزائر 2 مقابل 1. 2 مقابل 1 للجزائر. علي صالح هل يساهم في أيضا؟ لاحظ التوجيهات من الحكم، أدهم مخادمة يقول لا تثبت في مكانك، التنفيذ من خط المرمى. هذه التعليمات الواضحة. علي صالح، فريد شعال، والهدف الثاني، هدف ثاني من الترجيحية الثانية. التعادل في كل شيء، 2 مقابل 2 في الترجيحية. ركلة ترجيحية مهدرة
لكل من الفريقين. إذا بقيت الرابعة والخامسة للفريقين. الآن آدم والناس، آدم والناس وحمد المقبالي. الترجيحية أيضا الرابعة والناس المقبالي. وهدف ثالث للجزائر، هدف ثالث للجزائر من تنفيذ الترجيحية الرابعة من آدم والناس حمد المقبالي. والابتسامة لآدم والناس. هنا لوكاس، هل يحافظ على حظوظ الإمارات أمام فريد شعال؟ لوكاس بيامنتا. يا هي أعصاب، يا هي أعصاب. لوكاس في التنفيذ الترجيحية الرابعة والهدف، هدف ثالث لي أيضا لوكاس بيامنتا يسجل الهدف الثالث من الترجيحية الرابعة للحارس فريد شعال. الترجيحية الأخيرة، الترجيحية الأخيرة إذا ضيعها الجزائر وسجلها الإمارات، مبروك الإمارات. الآن لاعب المنتخب الجزائري عادل بولبينا. هل يسجل بولبينا؟ هل يخفق؟ هل يسجل بولبينا؟ يا كاد أن يصطادها المقبالي، كاد أن يصطادها عادل بولبينا. لاعب الدحيل القطري يعرف هذا الملعب ويعرف قطر ويعرف ملاعب قطر ويعرف الأندية التي يلعب لها، ولكن حمد المقبالي كاد أن يسجل. الآن أيضا اللاعب إيسام فايز إذا أهدرها إيسام فريد شعال، والهدف من إيسام فايز. وأيضا هدف الرابع لدى الفريقين، كلاهما سجل. الترجيحية السادسة الآن رضا حلايمية الظهير الأيمن للمنتخب الجزائري أمام حمد المقبالي. هل يضيع رضا حلايمية؟ قدم مباراة ممتازة رضا. الآن حلايمية، رضا الآن، أوه كاد أن يكون قريبا المقبالي. رضا حلايمية يسجل الهدف الخامس من الركنية السادسة وسط ضغط واعصاب شيء مش طبيعي. الآن بعد سلطان عادل إذا أضاعها، سلطان عادل الآن على التنفيذ. سلطان فريد شعال والهدف الخامس، الهدف الخامس من سلطان عادل. ابتسامة. نذهب إلى الترجيحية السابعة ما بين الجزائر والإمارات
متعادلان في كل شيء حتى في إهدار الركلات الترجيحية. يأتي الآن زكريا إدراوي. زكريا والدعوات هذا الطفل. الترجيحية السابعة زكريا والمقبالي، والهدف السادس من الترجيحية السابعة بعد إهدار ترجيحية واحدة لكل من الفريقين. زكريا دراوي يسجل الترجيحية السابعة. الآن من سينفذ الترجيحية السابعة؟ إنه إكوامي أتوني. هل يضيعها؟ إكوامي قلب الدفاع مع فريد شعال. إكوامي شعال، والهدف السادس. الترجيحية الثامنة. والله مباراة في كل شيء تعادل. بوجهة نظري أن حمد المقبالي سوف يتصدى لأنه قريب لكل الأحداث، قريب. هنا الآن نوفل خاصف. نوفل، هل يضيع يا نوفل؟ هل يتصدى المقبالي من أمام نوفل خاصف. نوفل الآن، يبدو هناك إعادة. تحرك بالفعل حمد المقبالي قبل تنفيذ نوفل خاصف. إعادة للترجيحية الثامنة، استبدال نوفل خاصف. تحرك حمد المقبالي وبالتالي تعاد ضربة الترجيحية الثامنة، ولكن ليس من نوفل. الترجيحية الثامنة وسط ضغط واضح، أعصاب ياهي كبيرة. الآن لأكونور، ريتشارد أكونور. الترجيحية الثامنة والهدف الإماراتي. مبروك للإمارات، مبروك للإمارات، مبروك للإمارات الوصول إلى الدور النصف نهائي لمقابلة المغرب بعد تصدي حمد المقبالي. مبروك لأبناء زايد الوصول إلى الدور النصف نهائي. مبروك لما يقدم المقابلة، وهذا اللقاء الذي جمع ما بين الإمارات والجزائر. هارد لك وحظ أوفر للجزائر، ومبروك لأيضا أعيال ورجال زايد للوصول لمقابلة المغرب. إذن المغرب، الإمارات، السعودية.